المخربة بالعمل بأن تتآمر على هدم البلاد، ولم يسمح أيضا الشعب المصري بأن تعتدي على هيبة الدولة واستقرارها. وهذه الدعوات المخربة أشبه بالتصعيدات التي تنتهجها الجماعة الإرهابية ضد الدولة، ولا بد من التدخل بحزم لوقفها، فما أشبه الليلة بالبارحة، فهي تتبع ذات التصعيدات والتصاعدات التي تنتهجها الجماعة الإرهابية ضد الوطن. وأكد البيان بأحزابه الحضور الذين يمثلون 35 حزب ويمثلون منظمات أيضا ومجالس قومية. أكد أن المواطن المصري له على وعي تام بحقيقة هذه الحركات من أمثال 6 إبريل وغيرها، فهي جماعة مرتزقة بسبوبة لحساب دول أجنبية ولأجندات خاصة، ولن يرضى الشعب المصري أبدا لفئة مخربة شغلها الشاغل أن تعيث في البلاد وفي الأرض فسادا، راغبة بأن تسبل ولايتها على الشعب المصري الطيب. وأشار البيان أيضا إلى أن دعوة 6 إبريل تهدف لإحداث اضطرابات واسعة للبلاد لتخريبها وهدم بنائها، ولن يخيل هذا على الشعب المصري الواعي. إن شعبنا لشعب واعي ويؤكد الحضور، وبهذه الكوكبة الكبيرة من الأحزاب والقوى الوطنية أن حركة 6 إبريل صارت منبوذة من الجميع، مثلها مثل حركات أخرى يائسة، ولن تسدي الشعب المصري من دعمه لقيادته السياسية في ظل الإنجازات العظيمة غير المسبوقة التي حققها الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي بذكاء خلال العام الأول من رئاسته. وقولوا معي: تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! حرة مستقلة، حرة مستقلة. والسلام عليكم ورحمة الله.